هذه هي الخلطة الطبيعية اللي ترفع من مخزون الحديد في جسمك وتعالج نقص الفيتامين دي. هي عبارة عن مكمل غذائي طبيعي، قنبلة فيتامينات معمرة بالفيتامينات، مفيدة جدا إذا كنت تعاني من التعب أو الإرهاق أو ألم المفاصل، ألم الظهر، شعرك يتساقط، بشرتك باهتة. هذه الوصفة راح تعالج جميع هذه المشاكل لأنه غنية بالفيتامينات، تنفع كبار وصغار، حتى الحوامل، المرضعات، الرياضيين، الصغار، كلها مفيدة لهم. وأيضا هذه الوصفة تقوي المناعة، وهي عبارة عن مضاد حيوي طبيعي، تقوي الذاكرة، تقوي التركيز. تقدروا تعطوها لأولادكم في فترة الامتحانات، راح تعطيهم الطاقة وتساعدهم في تقوية الذاكرة والتركيز. وإذا كنت تعاني من النحافة الشديدة أيضا راح تزيد وزنك بطريقة صحية، يعني تعمرك، تسمنك، ترفدي بها صحتك، تنور بشرتك، توقف لك تساقط الشعر، تلاحظي شعرك راح يطول، يولي يعني شعرك صحي، الأظافر تاعك قوية لأنه ترفع من مخزون الحديد ويعني جد ممتازة. مرحبا بكم على قناة حواء ديزا تيفي. شجعوا الفيديو بلايك وتعليق، بارتاجوا الفيديو مع صديقاتكم، ويلا بسم الله نبدو. نحتاج كاس تمر وكاس تين مجفف. التمر يكون منزوع النواة. التين راح تقلعوا لها العودة تاعه وتقسموه بين اثنين وتحطوهم في الاشوار وتطحنوهم بهذا الشكل، تطحنوهم مع ربع كاس تاع زيت الزيتون الطبيعي. هاد الوصفة شوفوا راها جدا رائعة، غير ديروها، متأكدة راح تنفعكم. راح تزيدوا عليها أيضا جنجلان ولا سمسم محمص ملعقتين كبيرة، وراح نضيف أيضا ملعقتين من حبة البركة. يعني شوفوا كل المكونات اللي راح نشاركها معكم راها طبيعية وصحية، تقدروا تقروا على فوائدها، كلها تنفع الجسم. وهذه الكمية راح نصنعوا بها يعني كمية كبيرة، كمية اللي تقدر تكفيك حتى مدة شهر وانتي تداوميها، وراح تعالجي جميع المشاكل اللي في جسمك بإذن الله. راح نزيدوا أيضا الجوز، فقط انتم حاولوا ديروا الوصفة كما درتها باش حتى انتم تنجح معكم. الجوز أنا شريت قيس يعني 20 ميل، حتى التين المجفف البنات شريت 20 ميل، والتمر 20 ميل. راح تحطوا حوالي كاس من الجوز، وتحطوا أيضا ملعقتين من بذور اليقطين، أيضا هذه راها ممتازة، تعالج ديدان البطن، تنظم الهرمونات للنساء، مفيدة أيضا للرجال، وفيها المغنيسيوم، الحديد. فأنا دايما تشوفوني ندخلها بزاف في وصفاتي لأنه رائعة وتنفع. راح تحطوا فقط ملعقتين كبيرة وتعاودوا تخلطوا المرة الثانية هذه المكونات مع بعض في الأشوار حتى تتحصلوا على خليط كما هذا. راح تحتفظوا بالمكونات في علبة زجاجية تكون مغسولة ومعقمة وناشفة، ولازم يعني تكون زجاجية. وشوفوا يعني القوام اللي تحصلنا عليه ولا الخلطة، هذا هو شكلها. واكيد هاد الوصفه تقدروا تزيدوا فيها لوز ولا كوكا ولا وفول السوداني محمص وتطحنوهم باش تزيدوا في السعرات الحراريه وايضا تعاونكم في التسمين اكثر، ولا ديروها كما درتها انا. شوفوا الكميه، يعني كميه لاباس بها، تقدر تكفيك حتى مده شهر. المهم راح تاكلي منها ملعقة صباح على الريق وملعقة قبل النوم، دوميها يوميا مدة شهر وحتشوفي الفرق.